لا 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 لا، مش حلوة بحقي يا جماعة تكونوا متابعين ملك عبد العال ويفشل معاكم الكيك، وزي ما قرأتي بالعنوان بالضبط بدون محسن كيك وارتفاع 12 سنتي للكيك. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه خلال فيديو اليوم. معلومات جدا مهمة وتعليمات لازم تعملوها ليطلع معاكم الكيك ولا أحلى ولا أطيب ولا أروع من هيك. انتوا بس شوفوا لي هالمنظر، يا عيني يا عيني، مع كاسة شاي وساعة عصرية وشكرا. أحبائي لو تحمستوا حابين تجربوا، خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتوا. لو حابين تحتفظوا بالوصفة خدوها حالا حالا مشاركة على صفحاتكم. أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لكم. ولو كنتي أول مرة بتشوفيني بتمنى تعملي متابعة للصفحة، بتشرف فيكي يا قمر. أيضا ما تنسوا تضغطوا لايك لهذا الفيديو، بكون كتير ممنونة لكم. وكالعادة هذا اللايك كتير بفيدني وبيدعمني. ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون القالب اللي أنا مستخدميته قطره 24 وارتفاعه 12 سنتي. رح أمسحه بمعلقة واحدة من الطحينة، كتير أفضل، بتعطيني هيك لمعة أحلى وما بيلزق الطحين بقلب القالب من برا. لو مش متاح عندك ممكن تدهني القالب بالزيت وتضيفي طحين، ولكن بتتخلصي من كمية الطحين الزيادة. عندي هون 4 حبات من البيض. البيض اللي أنا مستخدميته صغير، فيك تستخدمي 3 لو كان البيض اللي عندكم أكبر. البيض ضروري يكون بدرجة حرارة الغرفة لحتى ما يتعرض لصدمة بالفرن، بالتالي بيهبط لك الكيكة. بضيف له معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا، سكر سائل بودرة مش كتير بتفرق. وبضيف كوب ونص من السكر ناعم، الحبيبات أيضا أفضل لحتى يدوب معك بكل سهولة وما يكون فيه قطع متحجرة. تمام. بخلط كل هاي المكونات مع بعض، سواء خلطتي بخلاط الشاف او بالمضرب الكهربائي بتتبعي نفس الخطوات. كتير مهم عنا انه نخلط البيض مع السكر والفانيلا كتير كتير منيح. بعد هيك ببدأ اني انزل بنص كوب من الزيت النباتي تدريجيا. شوفوا انا بنزل مثل الخيط. اوكي انا مش كتير مسيطرة لاني عم صور، ولكن انتي نزليه شوي شوي. لو استخدمتوا خلاط الشاف وهو شغال الخلاط عم بيضرب بالبيض والسكر، برضه بتنزلي الزيت مثل الخيط. ضفت أنا هون كوب من الحليب الدافي، ما بصير نستخدمه بارد ولا بصير نستخدمه سخن أو حتى مايل للسخونة لحتى البيض ما يدخل عندي بمرحلة السوى. فبيكون عندي الحليب مثل دمعة العين. نزلته بخفقه كتير منيح وبشيله على جنب لمجرد دقيقة دقيقتين لحد ما أنخل الطحين. عندي هون الكوب اللي أنا مستخدميته هو كوب مقاس سعته 250 مل. حستخدم 3 أكواب ونص من الطحين، بنخلهم مرة ومرتين وثلاثة كتير أفضل. وخطوة تنخيل الطحين أرجوكم ما تستغنوا عنها، لأنه بتخرج لك كل رطوبة، بتعطيكي هشاشة للكيك وبتعطيكي نتيجة أفضل. تمام. الكمية اللي أنا استخدمتها بدها 20 جرام من البيكنج باودر. الظرف اللي متعارف عليه الموجود بأي سوبر ماركت وزنه 16 جرام، أي ما يعادل معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. أنا بدي 20 جرام بيعادلوا معلقة كبيرة ونص معلقة صغيرة مليانة أيضا من البيكنج باودر، هيك بالتقريب بيعادل معاكي 20 جرام. بحركهم مع بعض لأتأكد بس إن البيكنج باودر اندمج عندي بالطحين تماما لحتى ما تطلع عندي الكيكة جهة مرتفعة وجهة لا. حبدأ أضيف بالطحين تدريجيا معلقة معلقة وبخفق. لما بيختفي عندي الطحين برجع بضيف المعلقة الثانية بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو. تمام. سرعة الخلاط بنخليها هون صبايا عنا على المتوسط، ما بنخليها على أعلى درجة، لأنه أنا ما بدي أخفق كتير لحتى ما تطلع معي الكيكة مكتمة أو معجنة. تمام. خلصت كليات الكمية كيف ما عم بتشوفوا هون. لحتى أضمن إنه تطلع معي النكهات مركزة رح أضيف رشة بسيطة من الملح. أيضا رح أضيف معلقة كبيرة مليانة من النشا، نشا الذرة. أيوة ما تستغربوش، معلقة نشا الذرة تعتبر عمود أساس للكيكة. متى ما ارتفعت معاكي الكيكة بنضمن إنه ما تهبط معاكي أبدا. وكمان لازم تتبعي كل الخطوات اللي ذكرت لك إياها، وأيضا رح أذكر لك إياها خلال العمل. هون خفقته لمجرد أقل من دقيقة لاندمجت عندي كل المكونات مع بعض. وشوفوا هالقوام قديش سلس، يا عيني ولا أحلى ولا أطيب ولا الأروع من هيك. ولو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة بتمنى تكتبوا لي تم و10/10 يا ملك. وبطريقة كمان يا قمر اكتبوا لي من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة.
وأتعرف عليكم من أي بلد. وأيضا ما تنسوش اللايك. نزلت خليط الكيك بالقالب المدهون مسبقا، وبخبط خبطتين 3 على الطاولة كيف ما عم بتشوفوا، لحتى أقدر أخرج كليات كمية الهواء، لحتى تطلع عندي هيك الكيك وكلياتها متساوية. بعمل هاي الحركة الموضحة قدامكم بالفيديو بأي عود خشبي. رح أدخل الكيكة على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 250. أول ما بدخل الكيكة على الرف الثاني من تحت، تمام، على تاني درجة من تحت، بنزل الحرارة لل 180. بقفل الفرن وما بفتح الكيكة قبل ما يمرق عليها 35 دقيقة. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هلا لما تستوي عندي الكيكة تماما ويشقر معك وجهها بهذا الشكل، ما بخرج الكيكة على طول، لا، بتركها بعد ما اطفي الغاز 5 دقائق. بعد هيك بشق الفرن اشي بسيط، لحتى اذا بطلعها على الهواء ما تهبط معي. تمام. خرجتها وتركتها تبرد شي 10 دقائق ربع ساعة بدرجة حرارة الغرفة. بعد هيك قلبتها. شوفوا بسم الله ما شاء الله، عن جد اشي من اللي بشتهيه قلبكم. شو ما في، تسلم ايدك يا لوكا، والله بستاهلها منكم يا جماعة. وكيف ما قلت لك يا قمر، لو كنتي أول مرة بتشوفيني ما تنسي تعملي لي متابعة، بتشرف فيكم أكيد. لو عجبتك هالوصفة أبدا ما تنسي إنك شفتيها بمطبخ ملك عبد العال. ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بخير وباي باي.